ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. زي ما انتوا شايفين كده ان شاء الله هنعمل مع بعض الكنافة بالكريمة والفراولة. بس انا بعتذر بقى لان الفيديو الاولاني اتمسح، مش عارفة راح فين، فحطت لكم بداله صور. سامحوني معلش. بس احنا الطريقة الحمد لله زي ما هي. زي ما انتوا شايفين كده حطينا ربع كيلو من السمنة في المقلاية زي ما انتوا شايفين كده. وهنا انا جايبة نص كيلو من الكنافة، وممكن تعملوا اقل من نص كيلو، بس انا كنت جايبة نص كيلو كنافة وحطاه في التلاجة. طبعا طلعته على ما برد، وزي ما انتوا شايفين بحطها في السمنة علشان هنحمرها. واهم خطوة طبعا في التحمير ان انتي تقلبي دايما باستمرار، ما تخليش اي جنب فيه الا لما يكون متحمر، يعني يكون كلها نفس اللون. نفضل نقلب فيها لحد ما تشرب السمنة وتاخد نفس اللون، كله نفس اللون. زي ما انتوا شايفين هي طبعا بتاخد وقت على النار، وممكن كمان تحطيها في صاجة الفرن، بس طبعا لازم تكوني قاعدة قصادها، لان انا حمرت مرة في المقلاية وقبل كده عملت في صاجة الفرن. بس لازم اكون قاعدة قدام الفرن، ما بقومش من قدامه، بولع الشواية وبفضل اقلب طول ما انا قاعدة، بشد الصاجة واقلب وارجعه تاني كل دقيقتين لحد ما لونها يبقى لون موحد. لكن هنا انا بشربها اهو زي ما انتوا شايفين في السمنة في المقلاية، ومولعة النار عليها لحد ما هتاخد اللون. وهنا زي ما انتوا شايفين طبعا انا كنت موقفة الفيديو، بس طبعا لسه سخنة نار. شايفين لونها ما شاء الله، هي كلها نفس اللون. شايفين ما شاء الله نفس اللون. هي بتاخد وقت شوية على النار، لكن في الفرن مش هتاخد وقت طويل. لكن انا عملت لكم في المقلاية المرة دي. بس هنا طبعا في نقطة لازم نستنى عليها لما تبرد خالص خالص علشان نشتغل فيها. ده بقى صوص الفراولة. صوص الفراولة ده انا عاملاه، كنت عصرة نص دورق فراولة وحطيته على النار مع 4 معالق سكر كبار وعصرة نص ليمونة، وسبته طبعا لما تخن شوية، زي ما بتعملي السكر للحلويات، زي ما بتعملي العسل للحلويات. وطبعا هنا الكنافة احنا سايبينها تبرد، لازم تكون باردة خالص علشان ما تخليش الكريم شانتيه يسيح. هنا كانت بردت تماما. زي ما انتوا شايفين كده بنحط طبقة من الكنافة وبنبططها كويس قوي، بتضغطي عليها كويس قوي. عايزة اقول لكم هنا ان الكنافة دي طلعت احلى من الكنافة اللي بالمهلبية اللي باللبن، طلعت تحفة. وهنا طبعا هنبدأ نسقيها بصوص الفراولة. بصراحة بيودي الطعم في حتة تانية، بيخليها حلوة جدا. وما تنسوش يا جماعة بقى تعملوا لي لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة بتاعتي يشترك وتدعموني. زي ما انتوا عارفين ان الحاجات دي مهمة بالنسبة لي، وصدقوني يعني الواحد على ما بيعمل الفيديو ده بيكون تعب قوي فيه، تعب في التكلفة وتعب في الشغل والوقفة بتاعة المطبخ، وستات البيوت عارفين الكلام ده. فياريت ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وزي ما انتوا شايفين هنا بقى نرجع للكنافة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين حطينا طبقة من الكريمة، وهنا هنبدأ نرص الفراولة. طبعا انت بقى ترصي على حسب ذوقك وعلى حسب ما انت حابة يكون شكلها ايه. احنا هنرصها بقى زي ما انتوا شايفين كده. انا طبعا كنت مقطعة الفراولة. احنا هنرصها زي ما انتوا شايفين كده. وهنا خلاص رصيناها، هنبدأ بقى نحط طبقة من الكنافة كمان.
وطبعا هنفردها كويس. بصراحة هي من اسهل ما يكون. هو اللي اخد معايا وقت بس للأمانة تحمير الكنافة على النار من فوق، لكن لو انت عاوزة تختصري الوقت تحمريها في الفرن، بس طبعا لازم تكوني قاعدة قدامه. وهنا طبعا هنحط صوص الفراولة، وصوص الفراولة ده كمان لما تعمليه من اسهل ما يكون. على فكرة انا حاطاله نقطة من اللون، عشان لون الفراولة ما كانش اللون ده، انا حاطة نقطة واحدة كده بس من اللون الطعام الاحمر. والكريم شانتيه انا كنت عاملاه لكم في الفيديو اللي قبل ده، بس انا طبعا عملته كنت بشتغل بيه على طول من قبل ما احطه في التلاجة، يعني زي ما انتوا شايفينه كده ده انا ما كنتش حاطاه في التلاجة، انا عملته واشتغلت بيه على طول. زي ما انتوا شايفين كده. طلعت بصراحة تحفة تحفة تحفة. ولو انت حابة تحطي في الكنافة بعد ما تحمريها نقطة فانيليا، لو انت حابة برضو بتبقى حلوة. على فكرة احنا عملناها كده وحطيناها في التلاجة شوية قبل ما ناكلها، يعني ما عملناش كده وكلناها على طول، لا حطيناها في التلاجة شوية. وهنا خلاص خلصنا الكنافة بتاعتنا، وهنبدأ نزينها بالفراولة برضو. ولو وصلت معايا لهنا ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مننا. وما تنسوش يا ولاد اللايك الحلو. طبعا التزيين ده بقى على ذوقك انتي زي ما تحبي. شايفين؟ طبعا انا خلصتها وحطيتها في التلاجة. هنا طبعا زي ما انت عارفة احنا عملنا في القارب البايركس، وهنعمل كمان في الكاسات، اللي حابب طبعا كده واللي حابب كده. زي ما انتوا شايفين مفيش اسهل من كده. يعني نص كيلو كنافة ما شاء الله عمل لي كذا حاجة. شايفين ما شاء الله الكنافة كمان لسه فيه، يعني انا عملت الكاس ده وعملت كمان طبق تاني. والسلام عليكم ورحمة الله.